listening to Dancing at Vanguard Productions. الحياة بجد زحمة ولا حد عنده رحمة، طالب غلبان شكله يبان من العنوان، من الاعدادية طالعين مية مية كويسين للثانوية مهيسين مبرشمين وعلى المدارس ثبتين ادبي وعلم الرياضة كمان علوم تعب غلاسة نفخ في دروس كل يوم. يا فيزياء قوليلي ايه بس قصة حضرتك؟ هي الرياضة تبقى بنت خالة عمتك؟ خلاص مش قادر مش حاضر في دماغي درس من الدروس، كل اللي هيجي قصادي خلاص هحفظه وادوس، ارسم كده ودي كده خلاص في مخي سوس، والنتيجة في الاخر يا ساتر اسوأ من الكابوس. هي بشر واحنا حجر ولا تقلنا عن نفوس؟ ده حكاية طالب انتحر عشان نظام منحوس. تعليم في مصر اتقدم خطوة رجع 200، بدل ما نتعلم بنزيد عدد المتخلفين، بيحطوا معلومات غلط في مناهج بنت دي، خلوا الطلبة تشكر لهم تدعيه وتقول يا مغيث. تعليم في مصر اتقدم خطوة رجع 200، بدل ما نتعلم بنزيد عدد المتخلفين، بيحطوا معلومات غلط في مناهج بنت دي، خلوا الطلبة تشكر لهم. مع كل الاحترام لاقي مدرس علمني طلعني من المدرسة عارف معنى الحياة فهمني، واللي لما كنت اسأل بكل سعادة يجاوبني، مش اللي لما كنت اتكلم في الحصة بيشتمني، ولا اللي لما معرفش اجاوب بيزعق ويهني، ولا اللي كان في الابتدائي بعصاية بيقلمني. بكل مدرس قال المعلومة بضحكة تفرحني، مش اللي بصوت عالي وزعيق وشيمة بيجرحني، اللي حط في كل معلومة علامة تضحكني او حطها في نكتة علشان افهمها وتضحكني، ويحببني شرحه وحصته ومنه يقربني، واستنى حصته من يوم ليوم علشان احضرها، وتكون معلومته سهلة عشان للراسي بيقربها، مش اللي يخوفني من حصصه ويخليني اكرهها، ويشتم ويسب في حصص بندخل عشان خاطر يكتبها. ده مش تعليم قلة ادب، ناس عايزة اللي يقدمها. تعليم في مصر اتقدم خطوة رجع 200، بدل ما نتعلم بنزيد عدد المتخلفين، بيحطوا معلومات غلط في مناهج بنت دي، خلوا الطلبة تشكر لهم تدعيه وتقول يا مغيث. تعليم في مصر اتقدم خطوة رجع 200، بدل ما نتعلم بنزيد عدد المتخلفين، بيحطوا معلومات غلط في مناهج بنت دي، خلوا الطلبة تشكر لهم. حاطين مناهج تجن الطلبة وعايزيننا نتقدم، واحنا كل لما بنقرا كتاب دماغنا بتسمم، ويقولك هتمتحن في ده ولازم تتعلم وتسلم بحاجات غلط علشان تنجح تتقدم، ولما تقول له صحح المنهج يقف يبلم، ويقولك احنا اللي صح وطز في اللي بيتكلم. طالب فاضي يدخل صنايع نجار او حداد احسن ما يبكي من غلط دماغه تقلب سواد. منهج يقولك ما تعاندش ده انا ملك العناد، لسه بناخد نظريات فيزياء زمنها عدى وفات، والاحياء يجوا يظبطوها يشيلوا المعلومات. كنا بنستغرب من واحد لسه في شباب ومات، كنا بنألف عليهم ونقول نحكي حكايات، اتاري من طول المنهج يصرخ ويقول اهات، لقى نفسه في وسط مفرمه بين انياب المواد، كره حياته اختار لنفسه لون السواد. تعليم في مصر اتقدم خطوه رجع 200، بدل ما نتعلم بنزيد عدد المتخلفين، بيحطوا معلومات غلط في مناهج بنت دي، خلوا الطلبه تشكر لهم تدعيه وتقول يا مغيث. تعليم في مصر اتقدم خطوه رجع 200، بدل ما نتعلم بنزيد عدد المتخلفين، بيحطوا معلومات غلط في مناهج بنت دي، خلوا الطلبه تشكر لهم.